الهاكر مش لازم يكون عبقري عشان يوصل لبياناتك. أوقات كتير جدا كل اللي محتاجه إن أنت تكون ناسي خطوة أمان واحدة بس: حساب كلاود مفتوح على جهاز قديم، صلاحية كاميرا مفتوحة على تطبيق غريب، إيميل مربوط بكل حساباتك من غير حماية، أو رقم موبايلك متسرب أصلا. النهاردة مش هنتكلم عن الاختراق بشكل نظري، إحنا هنعمل فحص ومراجعة أمنية حقيقية لأي شخص مع موبايل أو لابتوب، وأعرفك إزاي تحمي حساباتك وبياناتك وأجهزتك، وإيه لازم اللي تعمله فورا لو أنت متعرض لابتزاز أو تهديد. قبل كده تقريبا كل جهاز كان شغال لوحده، لكن حاليا إحنا موجودين في زمن اسمه Connected Eco سيستم، يعني موبايلك متوصل باللابتوب، واللابتوب متوصل بالسمارت ووتش، والسمارت ووتش مربوطة بالحسابات والإشعارات الصحية، يمكن كمان الإيربودز، السيارة، التلفزيون، والكاميرات الذكية في البيت. وفي لحظة واحدة بس كل الأجهزة دي بتشارك بيانات مع بعض. يعني لو حد وصل لنقطة ضعيفة واحدة بس، أوقات يقدر يتحرك لباقي الأجهزة بكل سهولة. اختراق جهاز واحد بس يعني اختراق حياتك كلها. تخيل معايا كده حد قدر يتحكم في سيارتك الكهربائية. ده بالذات اللي بيخلي الاختراقات الحديثة أخطر من زمان، لأن الموضوع ما بقاش مجرد حد دخل على موبايلك، لا بالعكس، هو بدأ يقدر يوصل لملفاتك، صورك، فيديوهاتك، وحياتك كلها. ناس كتير قوي بتنسى ان السمارت تي في او الكاميرات او حتى اجهزه السمارت هوم ممكن تكون متوصله على نفس الحساب او حتى على نفس الشبكه، ولو الشبكه نفسها مش متامنه كويس يبقى كل الاجهزه بكل بساطه اللي عليها معرضه للخطر. وعشان كده لازم نفهم ان الامان الرقمي النهارده مش حماية جهاز واحد، دي حماية حياتك كلها لأنها متوصلة ببعض. وعشان نحمي المنظومة دي لازم نبتدي من أهم نقطة فيها. ممكن نبدأ بالموبايل بتاعك، واللي حمايته أهم من حماية حسابات السوشيال ميديا بتاعتك، لأن الوصول لموبايلك يبقى أي حساب فيه تم اختراقه. لكن مثلا لو حساب التيك توك بتاعك تم اختراقه تقدر تأمنه بهدوء، عكس لو جهازك كله اخترق. وهنبدأ إن احنا نتكلم عن الآيفون. الناس كتير أوي متخيلة إن الآي كلاود مجرد مكان للصور، لكن الحقيقة إن الأبل آي دي مركز تحكم كامل بجهازك، لأنه متوصل بالصور والنسخ الاحتياطية والرسائل والباسوردز. يعني لو حد دخل عليه يعني هو دخل على حياتك كلها. عشان كده أول خطوة راجع الأجهزة الموجودة بحسابك، ادخل على settings ابل اي دي ديفايسز وشوف هل في جهاز غريب، هل في جهاز قديم لسه مفتوح، هل في لوج ان انت مش فاكره. بعدها على طول لازم تفعل تو فاكتور authentication، ودي خطوه مهمه جدا لان الباسورد لوحده ما بقاش كفايه. وكمان مهم جدا ان انت تفعل ريكفري كي، لان ناس كتير قوي بيتم سرقه حسابها عن طريق استرجاع الحساب نفسه. بعد كده راجع كل التطبيقات اللي واخده صلاحيه على الحساب، وتاكد ان كل الصلاحيات تكون محدده وليها سبب منطقي. ولو انت بتستخدم اندرويد ممكن تعمل نفس الحاجه. ناس كتير قوي بتركز على جوجل اكاونت وبتنسى ان هي تامن السامسونج اكاونت، مع ان السامسونج اكاونت ممكن يتحكم فيه النسخ الاحتياطيه، فايند ماي فون، والصور، والسامسونج باس، واللوكيشن. وده معناه اي اختراق للحساب ممكن يفتح باب لحاجات كتير جدا. عشان كده لازم تراجع الاجهزه المرتبطه والسيشنز المفتوحه وتطبيقات المصرح ليها ومحاولات تسجيل الدخول. وفي نوع اختراقات اسمه توكن ثيفت، وده معناه اصلا ان المخترق مش محتاج الباسورد اصلا. وعشان كده لازم تعمل لوج اوت من الاجهزه القديمه والمجهوله، ده كده في حاله ان انت بتامن الموبايل بتاعك. لكن مهم ان انت لازم تامن اللابتوب كمان. من اخطر الحسابات عند ناس كتير هو حساب الاوتلوك. تامينه مهم جدا خصوصا لو اللابتوب عليه ويندوز او اوفيس او ون درايف، لان المايكروسوفت اكونت غالبا، والريكفري ايميل، وكمان الريكفري فون، لان لو الايميل الاساسي وقع اغلب الحسابات التانية ممكن تقع معاه. خصوصا ان اغلب منصات السوشيال ميديا بتعتمد على الايميل في استرجاع الحساب، وفي الاغلب حسابات المايكروسوفت مرتبطه بكل ملفاتك المهمه وشغلك ودراستك. وده ينقلنا لنقطه مهمه جدا: حتى لو حساباتك قويه جهازك نفسه ممكن يكون هو نقطه الاختراق. للاسف الناس بتفتكر لو الجهاز شغال طبيعي يبقى تمام، وده مش حقيقي، لان في برامج مراقبه حديثه بتشتغل بدون تعليق، بدون اشعارات، بدون استهلاك واضح، زي برامج السباي وير والراتس. ودي برامج ممكن تراقبك وتسجل الشاشة أو تفتح الكاميرا وتسحب ملفات. عشان كده لازم نعرف العلامات اللي ممكن تخلينا نقلق، زي سخونة غير طبيعية واستهلاك بطارية مبالغ فيه، داتا يوزج عالي، أو كاميرا ومايك بيشتغلوا لوحدهم. لكن أهم خطوة فعلا مراجعة التطبيقات والصلاحيات. أي تطبيق على جهازك ممكن يكون له وصول لبيانات حساسة جدا، وفي أوقات كتير التطبيق بيطلب صلاحيات أكتر من اللي بيحتاجها فعليا. عشان كده لازم تراجع التطبيقات المثبتة ومصدر تحميلها، وحتى آخر استخدام والصلاحيات اللي واخداها، خصوصا صلاحيات زي المايك، هل الابليكيشن محتاج يسمعه؟ الكاميرا مين محتاجها دايما؟ اللوكيشن، هل التطبيق محتاج يعرف مكانك كل شوية فعلا؟ الاكسسبيليتي سيرفيس، ودي أفضل صلاحية تقريبا في الأندرويد، لأنها تقدر تقرأ الشاشة وتضغط بدالك وتشوف اللي بتكتبه وتسجل بياناتك. وده مدخل أساسي لسرقة حساباتك البنكية وحسابات السوشيال ميديا كمان. اتأكد دايما إن أنت تراجع الستارت اب بروجرامز والباك جراوند بروسيس والبراوزر اكستنشن والريموت اكسس تولز، لأن أحيانا الاختراق بيكون من خلال اكستنشن بسيط في البراوزر. لكن حتى بعد كل ده
مش معنى إن أنت مأمن جهازك نفسه إنك تنسى باقي الحسابات. في نقطة ناس كتير قوي بيستهينوا بيها: الإيميلات وأكونتات السوشيال ميديا. السوشيال ميديا النهاردة ما بقتش مجرد تطبيقات، دي بقت شغلك وحياتك وصورك وعلاقاتك وبياناتك. عشان كده اختراق حساب واحد ممكن يتحول لابتزاز وانتحال شخصية، أو نصب باسمك، أو تسريب صور. لازم تراجع كل منصة بدقة شديدة. ادي من وقتك 10 دقايق لمراجعة كل منصة. وفي نقطة تقنية بتسهل شغل المخترق جدا: إن أنت تستخدم نفس الباسورد في أكتر من حساب. الباسورد بتاعك ممكن يتباع أو يتسرب، وفي أدوات اسمها Credential Stuffing Tools. الأدوات دي بتجرب نفس الإيميل والباسورد على كل المنصات، وده سبب الناس كتير قوي بتتفاجئ إن المخترق عرف الباسورد بتاعي إزاي، بينما الباسورد أصلا كان متسرب من موقع تاني. وفي نقطة مهمة جدا هنا: ناس كتير مأمنة الحساب بتاعها بالباسورد فقط. عموما الباسورد لوحده مش كفاية ومش أمان حتى لو كان معقد. لازم تو فاكتور اوثنتيكيشن وباك اب كودز، ريكفري ايميل منفصل، ولازم كل حساب عندك يكون بباسورد مختلف عن التاني. من أكبر الأخطاء إن نفس الإيميل ورقم موبايل يكونوا مربوطين بكل الحسابات، لأن لو الإيميل أو الرقم اتسربوا كل الحسابات هتكون معرضة للخطر، لأن دلوقتي عليك كل الإيميلات والباسوردز، حتى الكروت البنكية والحسابات، وأحيانا كمان بيكون في سيشنز مفتوحة طول الوقت. عشان كده أي اكستنشن مش موثوق ممكن يبقى باب كامل للاختراق، خصوصا بلجنز تعديل الفيديوهات والفي بي ان المجاني، وتعديل الصور واي اكستنشن مجهول المصدر. الجهاز، السوشيال ميديا، الايميلات، وحتى البراوزر، كل دي بوابات للاختراق. وده بيودينا لجزء صعب ومهم جدا: ماذا لو انت بالفعل متعرض للابتزاز او الاختراق؟ في نقطة ناس كتير لازم تفهمها: الاختراق مش لازم يكون موجه لشخص مشهور او شركة كبيرة. اوقات كتير جدا ممكن تكون هدف عشان حساباتك البنكية. وفي اختراق اصلا موجود دلوقتي بيكون اوتوميتد، زي برامج شغالة بتدور على اجهزة قديمة، باسوردات ضعيفة، حسابات بدون حماية، او اي ثغرة سهلة. يعني ممكن حرفيا يتم استهدافك من غير ما تكون مقصود شخصيا، انت مجرد مصدر للمال او ابتزاز من اي نوع. ولازم تفهم ان الخوف بيخلي الوضع اسوأ. ناس كتير قوي لما بيحصل تهديد بيمسحوا الشتات، او بيبعتوا فلوس، او بيردوا بعشوائية، او بيدخلوا على اي لينك، وده بالفعل اللي بيبقى مستنيه المبتز. عشان كده لازم التعامل يكون احترافي وهادي. اول خطوة: عزل الحسابات المهمة. بعدها لازم نعمل ايميل امن جديد، ايميل يكون مخصص فقط للاسترجاع او الحسابات الحساسة، ومش مستخدم في اي موقع عشوائي. وكمان رقم موبايل منفصل لاجراءات الامان، يكون رقم مخصص للتوثيق لاسترجاع الحسابات وبعيد عن اي استخدام يومي. بعدين بنبدا عمليه التامين الكامله: تغيير الباسوردز، لوج اوت من كل الاجهزه، حذف التطبيقات المشبوهه، ومراجعه الصلاحيات زي ما قلنا في الاول. الامان الرقمي مش رفاهيه ومش حاجه تخص المشاهير والشركات بس. اي شخص عنده جهاز لازم يفهم اساسيات الحمايه، لان الاختراق الحقيقي مش دايما بيبدا بلينك، اوقات بيبدا باهمال بسيط جدا. ومع السرعه والتكنولوجيا اللي حوالينا كل اجهزتنا بقت متصله ببعضها. عشان كده حمايه جهاز واحد ما بقتش كفايه، انت النهارده بتحمي منظومه كاملة. لازم تكون واعي لكل حاجة فيها، وتعرف إن الخطر ممكن يجيلك من أبسط حاجة، خصوصا مع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. ولو حسيت في أي وقت إن في حاجة مش طبيعية، جهازك بيتصرف بغرابة، حساباتك بتتفتح لوحدها، في محاولات دخول غريبة أو محاولات تهديد وابتزاز، بلاش تتعامل أبدا بعشوائية. راجع كل حاجة بدقة واطلب مساعدة تقنية حقيقية. لو في أي وقت حسيت إن أنت تعرضت لأي نوع اختراق، تقدر تعمل فحص أو تطلب تقرير فني، ده بيوضح لك كل حاجة في جهازك وطريقة تأمينها، ويراجع معاك خطوات الأمان كاملة عشان دايما تكون في أمان من كل خطر.